كلام والكل لازم يسمعه ويفهمه كويس. أنا كجمهور، أنا مالي ومال إمام يجدد ولا لأ؟ مالي ومال إمام خد عقوبة ولا لأ؟ مالي ومال اللعيبة عندها إجهاد ولا ما عندهاش؟ أنا الجمهور، أنا عايز المتعة، مش عايز تعادل وحرق الدم وفي الآخر تقولي أنا صعدت للنهائي. يا سيدي حتى لو خدت البطولة أنا مش مبسوط. أنا الجمهور، متعتي في الكورة والأهداف، مش في مكسب 1-0 بالعافية في آخر دقيقة وتعادل بره أرضك وانت بتدافع طول الماتش ودمي بيتحرق. هو انت ما سمعتش معلق المباراة وهو بيقول عمري ما شفت الأهلي بيعاني بالشكل ده؟ سمعت الجملة؟ عدت عليك عادي؟ ما زعلتش زينا؟ هسألك سؤال، انت مشيت كولر ليه؟ مش عشان الأداء والنتائج؟ طيب هو فين الأداء؟ أنا كجمهور أنا اللي بدعمك وواقف في ظهرك وبضيع وقتي واروح الاستاد واقعد في الشمس من الظهر عشان الماتش هيبدأ 8 بالليل وارجع دمي محروق. ليه مش كده؟ أنا ماليش علاقة إن المدرب بيلاعب بن شرقي وبن رمضان من أول مباراة سيراميكا وهم أصلاً بعيد عن الملعب. أنا مالي ومال أصل كوكا وديانج مش عايزين يجددوا. أنا مش بتاع عقود، أنا بتاع تشجيع. ماليش علاقة إنك جبت مدافع من منتخب المغرب والمدرب مش عايزه بحجة إنه مش جاهز. ماليش علاقة إن زيزو وتريزيجيه مصابين. أنا مالي. الشناوي عنده مشاكل وكل ماتش بيحرق دمنا وانت مصمم عليه. لاعب شوبير ولا حتى تجيب حارس هندي. أنا مالي. أنا عايز أفرح، عايز أفتخر إني أهلاوي زي زمان. ما تقوليش على مشاكلك ومبررات، أنا ماليش علاقة بيها. انت لو نص الفرقة اتصابت وبتلعب كل يومين ماتش أنا مالي، لأن انت المفروض عندك دكة وصفقات جايبها قاعدة بره بملايين. ما تكلمنيش عن إصابات ولا إرهاق، انت عندك فرقتين، ما تحكيليش عن مشاكلك. لأني أنا ما اتكلمتش لما جبت أشرف داري ومش عارف تمشيه عشان عايز باقي عقده. قولي كده، انت هو صعدت يا سيدي، هتعمل ايه لما تقابل سان داونز اللي ادتك على عينك وطلعتك من البطولة؟ هتعمل ايه لما تقابل الترجي ولا بيراميدز حتى؟ أنا ما اتكلمتش لما المدرب بتاعك حرق الناشئين كلهم في مباراة الكاس والرابطة بدل ما يشارك لاعب أو 2 وسط النجوم ويستفيد. أنا سكت. وما اتكلمتش لما المدرب شارك 5 لاعبين جداد وعمل خلل في الفريق والنتيجة كنت هتشيل وتطلع مغلوب. الجمهور واثق فيكم والخطيب بالنسبة لنا أسطورة وسيد عبد الحفيظ واحد